السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا القناة لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني ان شاء الله. هنعمل النهاردة مع بعض سمك المكريل المقلي بطريقة حلوة جدا جدا، وهنعمل مع بعض دقة حلوة جدا للسمك، حلوة جدا للسمك المكريل، بيبقى طعمها تحفة قوي قوي. ورز صيادية عملته معاكم قبل كده كتير في القناة، وعملنا طبق سلطة لذيذ وبسيط. يلا نسمي الله ونبدأ وصفتنا مع بعض. معايا هنا سمك مكريل زي ما احنا شايفين كده، ده بيبقى السمك اللي هو المتلج زي ما احنا شايفين كده. جبته عشان ننضفه بقى مع بعض. جايبه كده السمكية زي ما احنا شايفين كده اهي. طبعا كل بلد بتسميه اسم السمك اللي زي ما هو موجود عندها في بلدها. نضفنا كده السمك زي ما احنا شايفين، نضفته حلو جدا وغسلت بطنه كده بالفرشة، وحطيت عليه ليمون وحطيت جنزبيل وحطيت ملح عشان طبعا يشيل ريحة زفارة السمك. هفضل نقعاه كده 10 دقايق في المية والمحلول اللي انا عاملاه دوت كده، علشان ريحة الزفارة بتاعته تطلع معايا في المية. السمك ما بتنقعش كتير في المية، وما بتحطلوش خل طبعا علشان ما يتهريش معاكي. معايا هنا الخلطة اللي هعملها للسمك. معايا بصلاية، اللي متابعني من اول ما شايفني القناة بحب ان انا احط بصلاية في تتبيلة السمك، حلوة جدا جدا. معايا بصلاية، طماطماية، آه توم اساسي، فلفل اخضر وفلفل حامي، ومعايا كزبرة خضراء على شبت. حاجة بسيطة كده حطيتهم في الكبة عشان يتفرموا كويس. معايا البهارات اللي هعتمدها في السمك: كمون وملح وسنة قرفة وكزبرة ناشفة وبهارات سمك وجنزبيل. تمام. قرفة بتبقى حلوة جدا في السمك المقلي، بيبقى طعمها جميل قوي قوي. هحطهم كده في الكبة زي ما احنا شايفين، وهفرمهم فرمة حلوة. معايا هعصر بقى الليمونة الجميلة دي كده معايا، علشان طبعا السمك بيحب الليمون والكمون، حلو قوي قوي. بالشكل ده هعصرها كده، وهنضرب كل الخليط اللي موجود معايا. هفرمه كويس جدا لغاية ما ينعم معايا ويبقى بالشكل اللي ده كده. خلاص بالشكل اللي احنا فرمناه ده كده تمام. هبدأ بقى اجيب السمك بتاعي بعد ما غسلته كويس جدا بالمية. هبدأ اتبل السمكة بتاعتي حلو جدا بالشكل ده، طبعا بايدي بقى، ايدي نظيفة. وابدأ ان انا اتبل السمك. انا عامة بحب اشتغل بايدي، ما بحبش اشتغل يعني بالمعلقة ولا الكلام ده كله. بحب كده ان انا اشتغل بايدي. هتبل كل كمية السمك اللي موجودة معايا من جوه كده البطن بتاعها عشان تشرب من التتبيلة. وهقعدها معايا في التلاجة ساعتين 3 ساعة زي ما تحبي. طبعا تجهزي اكلك اعمليها. هخلص كل كمية السمك اللي موجودة معايا، وطبعا هبقي شوية كده من الخلطة اللي معايا دي كده علشان نحطها على الرز الصيادية بتاعنا لما نيجي نعمله، بيبقى طعمها حلو جدا جدا مع الرز. تمام كده اهو. خلاص كده اتبل، وهبدأ ان انا اتبله كده من فوق كده، واحط عليه خلطة كمان علشان يبقى كله متطعم معايا وكله يبقى طعمه حلو معاكي. ما تنسيش بقى تحط لايك للفيديو النهارده عشان يكبر بيكو ويوصل لاكبر نسبة مشاهدة. ولو انت اول مرة معايا في القناة وجديدة عندي، ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة. ان شاء الله هتعجبك جدا القناة بتاعتنا، فيها وصفات وافكار حلوة قوي قوي. كده تمام. هبدأ اجيب بقى علبة ادخلها التلاجة فيها. جبت كده معايا علبة اهيت، وهحط كده السمك، ارص السمك فيها جنب بعضه كده علشان يتبل معايا ويشرب من التتبيله حلو جدا، وندخله التلاجة مع بعض. زي ما قلت لك هقعده في التلاجة ساعة 2 3 زي ما تحبي، وتطلعي بقى على ميعاد الاكل بتاعتك تجهزيها للقليه بتاعتها. تمام. السمكه معايا متبله حلو جدا وكله شارب من التتبيله. حط عليها كده كمان معلقه زي للتأكيد. ويلا بقى كده نجهز الخلطة بتاعتنا اللي هنقلي بيها السمك. معايا هنا دقيق، معايا نشا، معايا هنا شوية من الكركم وشوية من بهارات السمك. كركم بيبقى حلو جدا في قلية السمك، بيخلي السمكة معاكي لونها اصفر ولونها جميل جدا جدا. بدأت كده ان انا اقلب النشا والدقيق مع بعضهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده علشان كله يتطعم مع بعضه.
وهبدأ ان انا اغلف السمكة بتاعتي في الدقيق والنشا كويس جدا. النشا بيساعد على القرمشة بتاعة السمكة. هبدأ بقى كده ان انا انضف كده السمكة بتاعتي من التتبيلة، علشان اما انزل بيها كده في الزيت، الزيت بتاعي ما يتحرقش مني وما يتوسخش معايا بسرعة. تمام كده خلاص نضفتها، وهبدأ ان انا هغلفها بقى كلها بالدقيق والنشا اللي موجودين معايا، وهنشوف مع بعض النتيجة هتبقى تحفة ان شاء الله. ما ننساش بقى نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونستغفر كده طول ما احنا واقفين في المطبخ بنجهز حاجتنا. نعمل ورد كده لنفسنا كل يوم في المطبخ. نسمي الله بقى كده اهو بالراحة، وننفضه كويس جدا، وناخدها بقى ونروح على البوتاجاز. انا بحب عامه احط ايه كده جوه بطن السمكه، بتبقى حلوه جدا جدا. هقولك هعمل فيها ايه هتخليها مقرمشه معاكي، مش طريه ولا معجنه، ولا هتلاقيها معاكي وحشه خالص. هتلاقيها كريسبي من بره ومن جوه، ومش هتعجن معاكي خالص. بس اعملي زي ما انا بقولك كده بالظبط. بغلفها كويس جدا بالدقيق من بره ومن الجوه كمان من عند البطن اهو بالشكل ده. اهم حاجه يكون معاكي الزيت كويس على البوتاجاز، يكون سخن، وتكون كميه حلوه يعني محترمه معاكي علشان تقلي السمك. نسمي الله. انا بمسك السمكه من بطنها زي ما احنا شايفين، بدخل الزيت جوه بطنها كده بالشكل ده. الحركه دي بتساعد معاكي ان السمكه تبقى من جوه مقرمشه وكريسبي بالشكل ده اهو. احط كده جنب بعض، بفتحها بمسكها، افضل ماسكاها شويه كده من البطن بتاعها اهو زي ما احنا شايفين كده. وهنشوفها مع بعض النتيجه هتبقى حلوه جدا جدا. معايا هنا نص ليمونه قشر اهو، هحطها كده في الزيت طبعا عشان بيشد اي ريحه زفاره في الليمونه ديت، ما بتخليش اي زفاره تبقى موجوده عندك في المطبخ ولا في الشقه. بدات ان انا اقلب كده السمك على الناحيه التانية. شايفين لونه الكركم عاطينه لون حلو جدا جدا، والدقيق والنشا كمان خليه مقرمش كده وكريسبي وجميل جدا. هجيب معايا بقى ايه مصفى. طبعا الحته اللي تفضى عندي وليها مكان لسمكه تانية بنزل بيها. هجيب مصفى على طبق، وهحط ببدأ ان انا اطلع السمك بتاعي في المصفى كده عشان يصفي الزيت اللي فيه. هنعمل بقى النهارده للسمك الروسي دوت خلطه تتبيله حلوه جدا جدا جدا. بعتمدها على طول في السمك الروسي بالذات، بيبقى طعمه بجد حلو قوي قوي. جربيها واعتمديها وقولي ايه رايك فيها، ان شاء الله هتعجبك جدا جدا الخلطه اللي احنا هنعملها مع بعض النهارده للسمك. هحط بقى الكميه اللي معايا الباقيه كده بالشكل اللي احنا شايفينه، وطالما طلعت هبدا ان انا انزل بكام واحده برضو تانيين كده من البطن برضو اهو، وبدخل الزيت جواها بتبقى مقرمشه وبتبقى جميله جدا والله. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم. اقلب كده الليمونه كده الناحيه التانية، واللي تحمر معايا هبدا اطلعها في المصفى زي ما احنا شايفين. هنعمل بقى مع بعض النهارده الخلطه بتاع السمك زي ما احنا شايفين. معايا هنا 3 فصوص من الثوم، هحط عليهم رشه ملح بسيطه جدا، وهحط عليهم خل. احط شويه خل كده. تمام. بجد الثوم مع الخل على السمك بيديه طعم تحفه تحفه تحفه. هقلب كده كويس ودوب كده الملح مع الثوم والخل. تمام. وجبت السمك معايا اللي قليناه. وسليم بقى بقول لكم حطوا لايك، ما تنسوش تحطوا لايك عشان خاطر سليم للفيديو. وهبدا ان انا كده احط كده اسقي السمك بتاعي بالخل والثوم والملح رشه بسيطه بس، ما تكتريش يعني ما حاجه بسيطه بس، طعم السمكه معاكي بس مش اكتر من كده. بجد طعمها تحفة تحفة، جربيها جميلة جدا. خلصت كمية السمك اللي معايا وحطيتها بقى كده قدمناها مع بعض. وكمان الرز عملته، مرضتش اعمله معاكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو النهاردة. زي ما احنا شايفين لون الرز بتاعي تحفة جدا جدا. والسمك زي ما احنا شايفين تحفة، مفيش احلى من كده بقى ولا اروع من كده. اعمليه بالتتبيلة اللي قلتلك عليه، بجد جميل جدا جدا. نفتح واحدة مع بعض. شايفين ما شاء الله السمكة من جوه مقرمشة اهي، والقشرية بتاعتها بتطلع معاكي بكل سهولة ما شاء الله.
وطبق سلطة بسيط كده. ما تنسوش بقى باللايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تحطوا اللايك لسليم. ونقول لكم بقى ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.